كيف تكتسب بقى؟ عندك حاجتين هتعملهم. الحاجة الأولانية النبي عملها في غزوة حمراء الأسد اللي حكيت لكم عليها، والحاجة التانية النبي دايما كان بيتكلم بيها. رقم واحد، كيف تكتسب؟ شد خط. يعني ايه شد خط؟ احصر المشكلة اللي عندك، شد خط حواليها وابدأ من جديد. شد خط، ما تخليش مشكلتك المادية تخليك إنسان معاملتك وحشة مع ناس أنت مخنوق. شد خط عليها واقفلها في الحتة دي والرزاق ربنا واشتغل. شد خط تجاه الشخص اللي انت عملت له إحسان فنكر جميلك وغدر بيك. الناس كلها مش كده. شد خط واحصره، ما تحبطش. هو ما يستاهلش، بس انت عارف انت ربنا علمك الإخلاص فيه، لأنك لما ما كانش يستاهل بس ربنا يستاهل، فانت عملت الخير وما رميتوش في البحر. انت عملت الخير ورميته في ميزان حسناتك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هو الإنسان ده ما يستاهلش بس ربنا يستاهل. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هو نكر الجميل وربنا شكور سبحانه وتعالى، أبدا ما ينسلكش الجميل، وما كان ربك نسيا. فأحصر، شد خط على المشكلة، احصرها في حجمها وابدأ من جديد بنفس أخلاقك. خد بالك، خد بالك، الإحباط بيهز مبادئ الإنسان. اوعى تتهز. اوعى الإحباط من الإحسان يقول أنا مش هأحسن لحد، اتقي شر من أحسنت إليه. المثل ده وحش، ده مش مثل نبوي أبدا. اوعى تفكر في ان اللي تحسن إليه، لأن ربك هو عز وجل الفعال لما يريد، مش البشر. ده كان ربنا بس بيعلمك الإخلاص. اوعى الإحباط يكسر عندك تمسكك بالمبادئ. انت كويس، خليك كريم زي ما انت، خليك بتسامح زي ما انت، خليك اشتغل كويس حتى لو اللي حواليك كله بيقرأ في الجرايد وفاتح الفيسبوك وعمال ياكل ومطنش شغله. وخليك على مبدأك، اوعى تحبط، الرزاق جنبك سبحانه وتعالى. فأول حاجة في كيف تكتسب، شد خط. زي ما النبي شد خط على غزوة أحد، وتاني يوم كان بيحارب في حمراء الأسد، ونزل القرآن اللي بيثني على قوة قلوب الصحابة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اشوفكم على الفصل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. كانت مع حضراتكم كيف تكتسب مقاومة الإحباط. فقلت لحضراتكم أول حاجة شد خط وابدأ كمل حياتك. شد خط على المشكلة واحصرها في مكانها، بس شد خط حصلت في الماضي تقدر تكمل بعون الله عز وجل. الحاجة التانية في مقاومة الإحباط، حاجة أنا زمان ما كنتش بقتنع بيها، لكن العلم أقنعني بيها والواقع أقنعني بيها، وهي ثقافة الوطن العربي والعالم الإسلامي. يعني ثقافة جديدة عليه، بس دي الحقيقة. ويمكن الغرب بره أصبحت دي ثقافتهم العامة اللي هقول لك عليه دلوقتي. يعني عشان كده لما أقول لك اعمل الموضوع ده، أنا قبل ما أقوله لحضراتكم رجعت لسيدنا محمد الأول عليه الصلاة والسلام، وقعدت أدور في السنة هو النبي كان بيوصي الوصية دي ولا لأ، فلقيتها. وكأن سيدنا محمد هو سيد أهل المهارات قبل الشرق والغرب. إيه بقى بعد المقدمة الطويلة دي؟ حسن صوتك الداخلي. بصوا يا جماعة، كل إنسان في الدنيا في حوار داخلي جواه. خد بالك إن الحوار ده بيشترك فيه الشيطان. يعني إيه الحوار الداخلي؟ وانا طالع الحلقة جوايا حوار داخلي، يا رب وفقني، قدرني، اشرح لي صدري، يا ترى هقدر اقول كلام يليق بدعوة سيدنا محمد ولا لا. كلام داخلي عمال بشجع نفسي. هنا الشيطان بيخش ويخلي الانسان يحبط ويتكسر ويفكره بانهزامات زمان. فانت دايما يكون كلامك مع نفسك، الحوار ده لازم يكون إيجابي، ما تقولش كلام سلبي لنفسك. الحقيقة لما أنا رجعت لمدربين التنمية البشرية وللطب النفسي، لقيت أن الحوار الشخصي ده هو أحد أكبر أسباب نجاح الناجحين. فأنا لو قلت لك أول حاجة شد خط في كيف تكتسب، الحاجة التانية حسن صوتك الداخلي. دايما قول لنفسك كلام إيجابي. تقول لي ليه؟ وأقول لك النبي قالها على فكرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقصت نفسي. يعني ايه لقصت؟ انا غلطت لكن انا مش خبيث، انا جانبني التوفيق في الفكره دي او الموقف ده او الحياه، يعني الجانب ده من حياتي. عشت تجربه حب مش كويسه، ما كنتش ناجح السنه دي في المدرسه او في الكليه، ما كنتش ناجح في تكوين علاقات في المرحله دي في حياتي، دخلت في شغل وفشل الشغل ده، الشغل اللي فشل. قاوم. لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. عارف ليه؟ لأن نفسك خلقة ربنا، صنعة ربنا، وربنا ما بيخلقش حاجة خبيثة سبحانه وتعالى. فاوعى تقول على نفسك كده. وفوجئت إن واحنا بنشتغل في المدرسة علمونا إن الأطفال الصغيرين ما حدش يقول له يا وحش. أنت تقول أنت عملت، تقول لطفلك أنت عملت حاجة وحشة، لكن ما تقولش حد يا وحش.
يا كلب يا حمار، اللي هي الشتايم القاموس اللي معروف في بيوت كتير من بيوتنا. ليه؟ لأن الأشياء دي لما بتتكرر بتخلي الإنسان حديثه النفسي مع نفسه سلبي. عشان كده النبي عمره صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الألفاظ دي أبدا عليه الصلاة والسلام، ولا يتهم حد في صفاته. لما أبو ذر قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، فقال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قاللوش يا جاهلي صلى الله عليه وسلم، قال له انت فيك حاجات محتاج ترميها من ايام الجاهليه، الكلمه دي يا ابو ذر ما تقولهاش. فقال انك امرؤ فيك جاهليه، شيل الجاهليه دي، انت مش جاهلي لكن في حاجات دخلت عليك او انت متبقيه معاك من ايام الجاهليه. فاذا ابو ذر يحط خده على الارض ويقول لسيدنا بلال، مؤدبين تربيه النبي، دوس على خدي يا بلال انا اسف حقك عليا عشان قلت لك يا ابن السوداء. فخلي حديثك النفسي، حسن صوتك الداخلي. جربوا الموضوع ده يا جماعه، ما تستهينش بيه. جربوا الموضوع ده وما تقولش فيه كبر، لانك انت بعون الله ربنا هيساعدك على كل حاجه. قول لنفسك الحاجات الحلوه اللي فيك وما تخافش.